المثل الخامس من الأمثال العربية الفصحى: اليوم خمر وغدا أمر. واحد من أشهر الأمثال العربية قديما، واللي كان قاله هو امرؤ القيس، وكان أبوه طرده وأقسم إنه مش هيرجع تاني بسبب تشبهه بالنساء بتوع القبيلة. وبعدها راح لأرض اليمن وفضل هناك لحد ما بنو أسد قتلوا أبوه، وكان أبوه ملك، وكتب في وصيته إنه مش هيستلم الملك من بعده إلا شخص من أولاده اللي استلم خبر وفاته وما جزعش او ما حسش بانه اتهز كده وارتبك. ولما انتشر الخبر كل الابناء خدوا الخبر بجزع، لحد ما راح الاعور العجل بلغ امرؤ القيس بالخبر، وكان بيلعب وسكران اصلا. تصدق يا ابوك كان عنده حق، سمع الخبر اصلا بعدم اهتمام، طلب من صاحبه انه يلعب كمان ويكمل لعب. ده انت بجح. وبعدها قال: ضيعني ابي صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا شرب غدا، اليوم خمر وغدا امر. وبقي كلامه مثل، ومعناه اختصارا كده: النهارده هنلهو وبكره هنصنع مجد جامد جدا. واخد قراره انه لا هيقرب من النساء تاني ولا هيشرب خمر تاني ولا يلعب حتى لحد ما ياخد بثأر ابوه. وفي نفس المعنى ده بيقال: اليوم قحاف وغدا نقاف. والقحاف هي جمع قحف، وهو الاناء اللي بيشرب فيه، والنقاف من المناقفه، ومعناها فصل الرأس عن الجسد.